أسود الأطلس تفترس أسود الكاميرون، المنتخب المغربي إلى نصف نهائي كأس أفريقيا. المغرب كانت الأفضل، المغرب كانت الأحق، المغرب كانت الأكثر إصرارا على الفوز ففازت. المنتخب المغربي النهاردة اللي لعب مباراة أكثر من رائعة، يمكن أفضل مباريات المغرب في الكان هي المباراة دي. بتلاعب الكاميرون في ثمن النهائي على أرضك وسط جمهورك، ما عنديش مشاكل، بس طريقة لعب وليد الركراكي النهاردة وضغطه العالي من بداية اللقاء لنهايته وشراسة لعيبة المغرب هي اللي جابت الفوز. فلايكك الجميل وشارك الجميل، اللايك بيزود فرصنا في الظهور، فاعمل لايك ورأيك في الكومنتات يهمني. حكم المباراة كان عليه كلام كتير والناس بقت تقول هو فين الفار في كذا لعبة. هتكلم عن كل ده جوه الحلقة. ومبروك لمنتخب المغرب وللشعب المغربي على المباراة الرائعة والصعود إلى نصف النهائي. فيلا بينا. بداية المغرب لو هتكلم فتوقعاتي ماشية سليم. توقعاتي كنت توقعتها مع صديقي كريم في قناته في الملعب. اتكلمنا عن قبل الدور ده خالص واللي قبليه. توقعت ان المغرب هيصعد لثمن النهائي وهيصعد على حساب الكاميرون في يوصل قبل النهائي، وقد كان. المنتخب المغربي اللي لو قلت لأي حد قبل البطولة ترشح مين، هيكون المنتخب المغربي رقم واحد لعدة أسباب ذكرتها وهذكرها تاني. إن المغرب هو البلد المستضيف، المغرب الفريق القوي، المغرب بيلعب على أرضه جمهوره اللي عنده إصرار إن البطولة دي بتاعتنا، اللي عنده كذا بديل في كذا مكان وعنده لعيبه جاهزه. فكل دي المغرب الرابع العالم، المغرب اللي غايب عنا اللقب، فكل دي اسباب. المنتخب المغربي في المباراه بتاعت النهارده خلينا نتكلم فيها. بدأ اللقاء انا نازل النهارده اكسب، انا نازل النهارده لازم افوز بالمباراه. النهارده عايز انسي الجمهور اللي حصل في المباراه اللي فاتت. مباراه كانت سيئه جدا رغم الفوز، بس افوز 1-0 على فرقه زي تنزانيا برضو مش دي المغرب. فالمغرب قدر انه النهارده ينزل وليد الركراكي يحفظ لعيبته اللي من اول دقيقه ضغط من قدام منطقه ال 18 عن الكاميرون. النهارده كانوا خانقين الكاميرون بدرجه فظيعه. الكاميرون مش عارفه تعمل 4-5 تمريرات، الكاميرون مش عارفه تطلع بالكوره مرتاحه. الضغط العالي من كل لاعبي المغرب النهارده ادى الى ظهور المغرب بالشكل ده وبالقوه دي. بحثوا عن الفوز من اول دقيقه. نجم اللقاء اللي لازم اديله حقه ابراهيم دياز، نجم ريال مدريد اللي 5 أهداف في 5 مباريات، يعني رقم كبير. كان سجله قبل كده في بطوله واحده محمد ناجي جده مع منتخب مصر 2010. النهارده بيعادل نفس الرقم ابراهيم دياز، كل ماتش جول. ابراهيم دياز اللي النهارده بنشوفه وهو خارج رابط فخدته وبيلعب بشراسه. ده بيلعب في ريال مدريد يا جماعه. انتوا متخيلين لعيب زي ده بيلعب في ريال مدريد مش جاي بيلعب على الواقف؟ لا، انا جاي عايز اقدم للمنتخب ده، انا جاي حامل اسم المنتخب ده، فلازم وادي كويس واضغط واهين نفسي واسجل. ابراهيم دياز لعيب، هو نجم البطولة لحد الان ونجم المغرب لحد الان. ابراهيم دياز اللي مهما اتكلمت عنه هو سبب من اسباب وصول المغرب لقبل النهائي. فوليد الركراكي بدأ المباراة بضغط، مش هقول اسامي، انت اي حد هتحطه. دفاع المغرب كمان اكرد ومسينا كانوا عاملين شغل عالي قوي مع مزراوي مع حكيمي، فشغل حلو. وقدام يعني لو هتقول الزلزولي ودياز والكعبي الدنيا حلوه، نص الملعب متأمن. فانا شايف ان حتى الدفاع ككتلة بيدافعوا، نص الملعب بيرجع، الهجوم بيرجع، ضغط ولعيبة المراكز كلها
زي ما بقول ان المراكز كلها قريبه من بعض، ما فيش فراغ من نص الملعب والهجوم ونص الملعب والدفاع، لا لا لا، كتله واحده بيدافعوا، كتله واحده بيهاجموا. النهارده الدفاع كان عليه عامل كبير جدا في ان المغرب ما يخشش فيه هدف، ان المغرب تقدر تفوز. المغرب اللي جابت هدف يعني في الشوط الاول، الكعبي لمسها بهده وراحت لمسها بصدره ابراهيم دياز الهدف الاول، وعشان صبيري سايبري سوري هو اللي جاب الهدف الثاني. الركنيه لما اتعملت وراحت وعدت وشاطها، المغرب قدر ان هو يفوز فوز مستحق. النهارده كله كان بيقول هل المغرب هيدافع في هيلعب دفاع ضاغط من اول 18 او منطقة الكاميرون زي الشوط الاولاني، ولا هيرجعوا يتراجعوا ويسيبوا الكرة؟ سابوا الكرة في بداية الشوط الثاني، بس مش سايبينها انه خلاص ركنوا للدفاع، لا لا لا، كانوا بيقابلوا برضه بنفس النجاعة. النهارده بيلعبوا بحدة، النهارده كانوا بيلعبوا ان انا الكاميرون قوية بدنيا، انا قوي بدني، انا بدنيا واقف على رجلي، انا هخبط وارزع زي ما بتعملوا. الحكم بقى اللي الناس اتكلمت في كذا قرار الحكم ما كانش موفق فيه، الفار كان المفروض يتدخل في كذا كورة، بس برضو زي ما قلت لك المغرب كده كده بالشكل ده كانت هتفوز، بالاداء ده كانت هتفوز. علامة استفهام على التحكيم، علامة استفهام على التحكيم. الناس هتقول اصل المغرب بتلعب على ارضها والبطولة لازم لما تيجي تنقي حكم لازم يكون حكم كويس. الحكم النهارده ما كانش كويس، على الرغم انا بقول لك كل ده، حتى لو رجعوا الاخطاء المغرب كانت هتفوز. الكاميرون ما كانش هتعرف تجاري المغرب، لان المغرب نازله عارفه هي عايزه تعمل ايه. انا نازل اكسب، انا نازل مصمم. اللي بدأت الماتش زي ما نهيته بنفس الضغط بنفس القوة بنفس الشراسة، حتى البدلاء لما نزلوا، لو مرابط ولا رحيمي ولا النصيري، كل اللي نزل هو عارف متحفظ انا هعمل ايه، الاساسي زي البديل، انا مركز مش هسرح، مفيش هفوة، لازم ننهي زي ما بدأنا. وده كان سبب فوز المغرب النهاردة اللي استحقت الفوز عن جدارة واستحقاق. مبروك للمغرب، مبروك للشعب المغربي. هل توقعاتي هتكمل ان الجزائر هتكسب نيجيريا بكرة وتصعد لقبل النهائي مع المغرب؟ انت كمغربي تتمنى الجزائر ولا نيجيريا؟ في الكومنتات يهمني رأيك. شايف ان المنتخب المغربي افضل مباراة اداها كانت مباراة الكاميرون النهاردة، وافضل لعيب في المغرب لحد الان بلا منازع ابراهيم دياز. البطولة دي المغرب بيقرب خطوة بخطوة، الافضلية للمغرب. انا مصري، هو حتى لو مصر كسبت بكرة وهتلاعب السنغال والجزائر هتلاعب فازت وهتلاعب المغرب، فعلى الورق الاقرب المغرب للاسباب اللي انا قلتها في اول الحلقة، ارضها وسط جماهيرها. يعني انت على ارضك وسط جماهيرك وانت فريق قوي، البطولة بنسبة تتخطى ال 75% بتاعتك. سلام.